مع المقارطين كيقلبوا انهم على اليوتيوب كريم باش يحلوا المشكل هذا تمشي كريم حنا ما قدرناش الجماهير راهو مساكن بسيط مشكل بسيط المشكل ديال التواصل الناس باين عليهم التواصل شوف واحد القضيه خاصنا دم جديد في الشباب خاصنا ناس اللي عندهم ما عندوش ماضي خاصنا ناس دم جديد وناس اللي محتاجين الناس اللي خدامين وبخير عليهم خاصنا ناس يعني خاصنا نقلبوا على الناس اللي غتجي تدفع اللي غيجيو لك بس الزول ديال ديك العلم بحال شركاء يجيو ناس اللي تدفع الفريق ماشي غيجي انسان غيتسنى يتخلص واخا اسمح لي راه اسمح لي سي شوف كنسولك يسيروا كما سمعنا بيع ديال اللاعب الزمراوي بيع ديال ايوب بوش هذا وان شاء الله ما نطيحوش وكذلك السلام عليكم. ما هي اسباب وقف ديال والاسباب راه واضحه، رانا كنطالبوا السلطات باش تدخل لايقاف النزيف، لان شباب المحمديه كيعاني، لاعبين ما كيتدربوش، الفئات الصغرى المؤطرين ديالهم ما مخلصينش، حتى هما ممنوعين من الانتدابات، البنات غيهدوا باعتذار، فوتسال تفرشكات، يعني بغينا ندير حل هذه الفرقه، لان كيف يعقل ان فريق في القسم الاول كيتسير بهذه الطريقه؟ ما كنعرفوا حتى شكون اللي كيسير، شكون اللي كيبيع اللعابه، شكون اللي كيتصرف في هادشي. ازيد من 15 لاعب جاوا لشباب المحمدي وتباعوا، وكيقول لك الفرقه عندها عجز. شو هما هادشي اللي كيديروا هاد الناس هادو؟ يعني شفنا فرقه ديال الشباب المحمديه فوتسال اللي هي كتضم لاعبين دوليين لعبوا في محافل دوليه دخلوا المغرب، احسن تمثيل كلاساو تروازيام في كاس العالم في البرازيل، داو كاس العرب دو فوا، يعني منتخب كان. ما هي يعني وتا هما مساكن، تا هما كانوا شباب المحمديه وفريق شباب المحمديه ايضا كانوا اصلا هما ما كيتوصلوش بالمستحقات ديالهم، وكانت القاعه ممنوعه عليهم، كاش كيتدربوا ويحكموا راه خاصهم يترينيو واحد كيلعبوا في المنتخب، راه فسخوا العقود ومشاو يقلبوا على فرق اخرى، لان هذوك اللاعبين هذا مقلي احترافي خصو يبقى يتريني، خاصو يبقى مريح لانه كيمثل المغرب البلاد. حنا بغينا ماشي الفوتسال، جميع الفروع ديال الشباب المحمديه تلقى لها حل. راه لا يعقل ان مؤطرين على الفئات الصغرى 11 شهر يلا مخلصين في شهر واحد. شنو الاسباب هذه الاوضاع المزريه اللي كتلقاها؟ هو التسيير العشوائي، التسيير العشوائي، الناس ماشي اهل الاختصاص. التسيير الرياضي ماشي هو التسيير ديال الشركات وداك الشيء. انا كجمهور كمنخرط كنطالبوا انه الله والشباب